مساء الفل، عاملين ايه؟ الأسئلة اللي بتجيلنا دايما في حلقات قاضي الغرام بتكون جاية من ستات. المرة دي سؤال النهاردة جاي من راجل، فخلينا نشوف مع بعض كده هو بيقول ايه. أنا وواحدة كنا مرتبطين والحياة بينا كانت تمام، بس من فترة ابتديت ما فهمهاش. اتصل بيها ترد عليا مرة مرتين لأ، ابعت لها رسالة على الواتساب دايما بتتأخر في الرد، ودايما عندها رد مقنع وجاهز. لما بنتقابل اوقات احس ان انا وحشها، واوقات تانية تديني انطباع ان انا ولا كأني فارق معاها. وانا عايز رأيك لان الموضوع ده مضايقني جدا ومش عارف في ايه. بص، اي حد هيسمع سؤالك ده هيجاوبك في الغالب في الاول بشويه عقد وكلاكيع. هيقول لك انك ما كنتش فارق معاها في الاول، وانها كانت بتشتغلك وشويه حوارات كده. خلينا بقى الاول ننزل بالموسيقى ونندمج عشان اجاوبك على سؤالك ده باختصار، بس ركز معايا. شوف، البنت لما بتقرر تنسحب وتبعد ما بتكونش رافضاك انت كشخص، ممكن تكون ببساطه كده رافضه احتياجاتها اللي مش بتتحقق معاك. وهنا الموضوع بسيط، هتحتاج تتواجه معاها وتتكلموا بصراحه، ويا اما تظبطوا الموضوع مع بعض يا اما تنهوا الموضوع بذوق. لو اتفقتوا تمام، ما اتفقتوش وجالك اي احساس بالغضب جواك عشان انت حسيت ان انت في حاله رفض، فهو مش من حقك اساسا، لان ببساطه هي حره. ده مش معناه انك مش لازم تحب تاني، ولا انت كنت مش فارق، ولا الكلام ده كله. هو الموضوع كله بيتلخص في جمله كده جميله اسمها قدر الله وما شاء فعل. وخلي بالك احنا لغايه دلوقتي في النص الحلو يا معلم، ركز معايا بقى في الباقي. عارف، في حته دايما اوقات بتكون مستخبيه في المواضيع دي، وناس كتير قوي بتفهمها غلط. انت ممكن تكون حبيتك اساسا وكمان ابتدت تتعلق بيك، بس هي فاهمه كويس قوي من جواها ان في سبب كبير احتمال يخليكم ما تكملوش مع بعض. علشان كده هي عماله تأهل في نفسها وتنسحب منك بالذوق. يعني انت اساسا ما عندكش مشكله من الاول، المشكله عندها هي، وده بيتطبق في العلاقات المحترمه. اما سيادتك بقى لو كنت من الناس اللي بتتسرع شويه، ارتبطت بيها بسرعة وبنت أحلام وتفاصيل في دماغك وارتباطات وحب واللازم منه، فلو سمحت حط احتمال إن شاء الله 2%، عشان انت لسه ما تعرفهاش كويس وتسرعت حبة يا سيدي. انها ممكن تكون عارفة عليك 1 و2 و3، تكون ماشية معاك يا اخي بمنطق شوق ولا تدوق. تكون يا سيدي واحدة بتشغل دماغها ماشية بمنطق ان لازم يكون عندها شخصيتين و3 و4 وهي بتتعامل مع كل الناس. وده في الغالب بيكون مبني كده على شوية كلام عبيط سمعوه على السوشيال ميديا، فعندهم نظريات ازاي تكوني مسيطرة. لو وصلت للنقطة دي وتأكدت انها بتعمل كده فعلا من غير ما تكون ظالمها، اخلع. انت مش شغلك تعالج البايظ، والحاجات دي دايما بتنتهي بتدميرك انت. حط في دماغك كده دايما شعار ان مش كل العلاقات محتاجة مجهود، في ناس بجد بسيطة وجميلة. القرار هنا بقى بتاعك انت، تشوف الكلام ده هيمشي انت معاك ازاي. اما لو انت بقى راجل عاطفي وجميل والكلام ده كله مش ماشي معاك، وانت حاليا في مرحلة الصدمة العاطفية، انا بقى هديك اغنية كده جميلة تمشي مع حالتك العاطفية اللطيفة. عايزك تعتبرها بالظبط زي الدواء، عايزك تسمعها صبح وعصر ومغرب وليل، وربنا يعينك يا ابني ان كان عليها ولا ان كان على نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم بقى المرة الجاية ان شاء الله. غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيه، عشان كده يعني بقيت منفعش، ومن نظرك نزلت ما بقتش لايق لي، وكان مفروض ما حبكش، ولو حبيت ما بين